نانسي عجرم من أشهر الفنانات في الوطن العربي حاليا، وقامت الفنانة نانسي عجرم بالعديد من عمليات التجميل التي كان آخرها في 2020. بالرغم من جمال نانسي عجرم إلا أنها قامت بإجراء العديد من عمليات التجميل، ووصل عدد عمليات التجميل التي أجرتها نانسي عجرم إلى 18 عملية، ومن أبرزها هي عملية تبييض وتقويم الأسنان، قامت بنفخ الشفايف، تجميل الفك بشكل كامل، استخدمت حقن البوتوكس، أجرت العديد من عمليات الشفط للدهون والنحت، غيرت شكل الوجه من ممتلئ دائري إلى نحيف منحوت، كذلك الحاجبين أصبحا أعرض، وعملية تصغير الأنف. وتتميز الفنانة نانسي عجرم بصوتها الرائع وإطلالتها الرائعة التي تلفت انتباه الجماهير. ولدت نانسي عجرم في 16 مايو 1983، وعمرها الآن هو 40 سنة، وولدت في الإشرافية بيروت لبنان. الديانة مسيحية، وبرجها برج الثور. وحصلت نانسي عجرم على العديد من الجوائز البلاتينية، وفائزة ب3 جوائز موسيقى عالمية. ونانسي عجرم لديها 3 بنات، وهي أكبر إخواتها. وسبب شهرتها هو في عام 2003 أطلقت ألبومها الثالث يا سلام، المتضمن أغنية أخص مقام، والذي حقق نجاحا كبيرا وانطلاقا لشهرتها.